فيلم لك من الافلام اللي بتتكلم عن تأثير سوء الحظ في حياتنا اليومية. بيبدأ الفيلم مع بطلتنا سام اللي بترقص مع هيزلي، وتعتبر هيزلي دي اختها بس من دار الرعاية. هيزلي نفسها في تميمة قرش الحظ عشان تتوفى في مقابلة العيلة اللي المفروض هيتبنوها، وموظفة الدار بتخش عليهم وبتقول لسام تجهز عشان خلاص اخر يوم ليها النهاردة في الدار، عشان تمت خلاص ال 18 سنة ولازم تبقى اندبندنت خلاص. وبتحاول سام تقنعها تقعد اسبوع كمان عشان تطمن على هيزلي انها راحت مع العيلة الجديدة، بس الموظفة بتقول لها ما ينفعش. وبتركب سام مع موظفة الخدمة الاجتماعية اللي المفروض هتوصلها البيت الجديد، وبتفتكر سام ايام ما كانت طفلة في دار الرعاية وما كانش عندها حظ ان حد يتبناها، وفضلت طول حياتها من غير عيلة. وبتوصل سام لبيتها الجديد وبتقول لموظفة الخدمة انها تبدأ من بكرة الوظيفة الجديدة. وبتنام سام وبتصحى على حاجات غريبة زي الراجل اللي بيكنس الشارع وبيدخل كل ورق الشجر عندها، أو السرير بيتقلب بيها، أو لما بتدخل الحمام وما بتعرفش تخرج، ولما بتحاول تخرج الأكرة بتتكسر، وحاجات غريبة. ونحس بيلاحق سام عشان بس بتحاول تفطر عادي. وبتروح سام الشغل وبتقابل مديرها الجديد وبيوزعها على الشغل، بس يظهر ان النحس ملاحق سام في كل مكان، بتخرب حاجات وبتوقعها، وكوارث كتير بتعملها سام لغاية ما مرفا قال لها انت بكرة هتراقبي عربيات التسوق بس. وراحت سام تزور هيزلي بتشوف لو كانت قابلت العيلة اللي المفروض هيتبنوها ولا لا، بس بتعرف ان العيلة للأسف ما جاتش، وزعلت سام جدا وحست انها ممكن يحصل لها زي ما حصل معاها، وفي الاخر تفضل وحيدة زيها بدون عيلة. بس بتقول لها ما تخافيش، في عيلة تانية هتجيلك ان شاء الله، والمرة دي هياخدوكي. وبتخرج سام وتجيب سندوتش وبتقعد على الرصيف، وبيجي قط لونه اسود وبتعطف عليه وبتديله حتة من السندوتش ويبتدي يشمه وبياكل، وبتقعد تحكي معاه قد ايه نفسها مقابلة هيزلي دي تتم على خير، ويا لو عندها حظ كان الموضوع هيفرق كتير، لانها كانت هتدي الحظ ده لهيزلي يمكن تتوفق مع العيلة دي. وبيجري القط بسرعة ومعاه السندوتش وكأنه عايز يقول انتي هتصدعيني. وبتقوم سام وبتبص تحت بتلاقي عملة معدنية غريبة، بتاخدها سام وبتروح البيت. وبتنام وبتصحى سام تاني يوم، بس الغريبة ان نفس المواقف الغريبة والنحس اللي كان ملاحقها امبارح اتغير النهاردة، وما كانش فيه اي نحس او سوء حظ على الاطلاق. حتى لو حاولت تعمل حاجة غلط بتطلع صح. واستغربت سام جدا وحاولت تكتشف الموضوع، وعملت اختبار بسيط للمربى وهي ماسكة العملة وهي سايبة العملة، وفعلا بتكتشف سام ان اللي معاها ده قرش الحظ، وطلع حقيقي فعلا. وبتروح الشغل وفعلا بتبقى لهلوبة في الشغل، اي حاجة بتعملها بتطلع صح. وبينبسط المدير منها جدا ويقول لها انت شكل الحظ لعب معاكي، انت كده خلاص مش هتراقبي عربيات التسوق تاني. وبتروح سام الحمام، بس للأسف حطت العملة على الرف، وسوء الحظ رجع لها في ثواني عشان القرش راح. وبتحاول سام تطلعه، بس خلاص كده راح القرش يا ولدي. وبترجع تاني سام للمكان اللي لقت فيه قرش الحظ، وبتشتكي للعمود، وبتتفاجئ من القط الأسود جاي تاني. وبتكمل حكايتها مع القط وبتقوله فاكر لما قلتلك اني نفسي في شوية حظ؟ انا فعلا لقيت قرش الحظ، بس للأسف ضيعته في الكابينة. وفجأة القط بيتكلم ويقول لها عملت ايه يا اختي؟ وقعت القرش في الكابينة؟ انت مجنونة. استغربت سام لثواني ان القط اتكلم وكأن ده عادي يعني، وبتقوله ايه ده انت صاحب القرش؟ وبتقوله عشان خاطري انا عايزة واحد كمان. وبيجري منها القط وهي تجري وراه في كل مكان، ومن مكان لمكان، ومن شارع لشارع، ومن عمارة لعمارة، لغاية ما حظها رماها في الزبالة، بس كانت قريبة منه وشافته وهو بيفتح بوابة لونها أخضر وبيخش فيها، فبتروح عند الفتحة دي وبتخش وراه عادي. وهنا بيتفاجئ القط إنها لحقته ودخلت وراه البوابة، ويقول لها إنها مجنونة تعمل كده، وترد تقول له وإن قط مجنون بيتكلم. ويقول لها أنا قط اسكتلندي جالب الحظ، وهي بتقول له بس القطط السوداء ما بتجيبش الحظ. ويقول لها إنها لازم تمشي، وهي بتقول له مش همشي غير لما تديني قرش حظ تاني. ويقول لها إنه وقع قرش حظ السفر بتاعه عن طريق الخطأ، وإنه لازم يرجعه بالفعل عشان يقدر يخش أرض الحظ. وبتقول له أرض الحظ؟ هي دي أرض الحظ؟ وبيقول لها تستخبى بسرعة، وتلاقي 2 من الجنيات الحظ بيتكلموا مع بوب القط. وبتسمع سام من الحوار بتاعه عن مكان اسمه مستودع القروش، وبتتفق مع بوب انها تحاول تخش تجيب قرش الحظ من المستودع وبعد كده تمشي وتسيبه. وبيقول لها محدش ينفع يخش غير جن الحظ، وكمان ما ينفعش يعدي البوابة من عند الكابتن المسؤول عن القروش، ولازم يسلمه قرش السفر بتاعه. واقترحت انه يسلم الزرار ده على اساس انه قرش الحظ.
وفعلا بيحاول يلهيه ويعدي بالزرار وهي بتتسلل وبتخش فعلا، وبيخليها تاخد هدوم جيري الجن المساعد لبوب. بس المشكلة ان سام طويلة جدا عن طول الجنيات الطبيعي. فعلا بيقابلوا اتنين ويتخضوا من طولها كجنية، بس يقولوها انها من لاتيفيا وان كلهم عمالقة هناك، وبتخش عليهم فعلا الحيلة دي وبيكملوا طريقهم للمستودع عن طريق حلزونات ونزول وطلوع وحاجات غريبة وجديدة، وبيحاولوا يلاقوا جيري اللي المفروض هيخليها تدخل المستودع عشان تعرف تاخد القرش. وبيظهر جيري هنا للناس انه الواد الخدوم والمحبوب، ويتعرف على سام على انها جنية بس طويلة شوية، ويقول لها الشغل سهل جدا ومش محتاج حاجة، وبياخدها معاه فعلا ويقول لها كل الحكاية بنقعد مكاننا وبنبتدي نلمع القروش. وبتحاول سام تخطف قرش وتحتفظ بيه بس بيتسحب منها على طول، وبتحاول تاني بس للأسف بيطلع على سوء حظها الزرار اللي بوب سلمه في الأول، وبتحاول ترجعه تاني بس بسبب نحسها بتبوظ كل حاجة، والزرار بيتسحب لقسم القروش الوافدة والمغادرة. وبيحاول بوب يفهمها ان كده الكابتن هيلاقي الزرار وهيمسكني وينفيني الأرض النحس، وان دي كانت فرصتنا الوحيدة. وبيجي جيري وبيعرف انها بشرية وان بوب ضيع القرش بتاعه في عالم البشر، وبيشرح لهم جيري ان زمان لما كان حد بيضيع قرش الحظ كانوا بيبعتوا روبوتات ارانب تدور عليه وبترجعه تاني. تيجي الكابتن تشوف المشكلة اللي حصلت في المستودع وتعمل تحقيق في الموضوع، وبعد كده بيروحوا لمكان عشان يقدروا يجيبوا جوهرة الحظ اللي بتشغل الروبوت الأرنب، وبتقابل هناك التنينة وهي رئيسة مجلس إدارة مدينة الحظ. وفعلا بياخدوا الجوهرة وبيروح جيري عشان يشغل الروبوت، وبوب وسام بيحاولوا يوصلوا لمكان التحكم في الروبوت الآلي. وبتحاول سام إنها ترقص عشان تشتت انتباه الموظفين المسؤولين في غرفة التحكم، وبينجح بوب فعلا إنه يلاقي قرش الحظ اللي ضاع، وبيرجع بالروبوت تاني بس ما بيلحقش جيري ياخد القرش من الروبوت عشان كان قرفان منه. فبيروح الروبوت للمنتصف، والمنتصف ده هو المكان اللي ما بين أرض الحظ وأرض النحس، وبينزلوا فعلا في الأسانسير عشان يعرفوا يوصلوا للمنتصف، بس سام بتدوس بالغلط على الزرار اللي ينزلها لأرض النحس مش المنتصف. وبسبب نحس سام وهي أصلا في أرض المادة الخام للنحس بيقفل الأسانسير وهي بتبقى في أرض النحس، وبوب جوه الأسانسير وبيقول لها تقابلوا عند اللمبة البنفسجي وهتلاقي سرداب هناك يخرجها. وبتروح سام للمكان فعلا وبتدخل في الفتحة، وبتقابل سام ويقول لها ان الجاذبية بين الأرضين بتتغير فلازم تنط عشان جسمها يتعدل، شغل فيزياء عالمي. وبيلاقي وحيد القرن هو المفروض المسؤول عن توزيع النحس والحظ حول العالم كله، وبيتكلم مع سام وبيحكي لها قصته وانه كان غرقان في النحس والتنينة انقذته ووقعوا في حب بعض بس للأسف انفصلوا. وبيتكلموا معاها وبيحاولوا يعرفوا مكان الروبوت والقرش اللي كان معاه، بيقولوا لقيت القرش فعلا بس وديته للمستودع. وهنا سام بتحاول تقول لبوب انها تقابل التنينة يمكن تقدر تساعدها بشوية حظ زي ما ساعدت وحيد القرن. تروح فعلا للتنينة وبتتكلم معاها وبتطلع طيوبة خالص وبتديها قرش الحظ مساعدة عشان تتخلص من تراب النحس اللي لزق فيها وهي في أرض النحس. وبتفرح سام أخيرا بقرش الحظ وإنها تقدر تساعد هيزلي أخيرا، بس بتبص سام بتلاقي بوب مقبوض عليه بتهمة إنه ضيع القرش بتاعه وحط مكانه زرار. وبتوقف سام العربية وبتقول له القرش بتاعك معايا أصلا أهو، وبيسلم بوب القرش للكابتن. وبيشكر بوب سام على المساعدة دي ويقول لها إنك كان ممكن تاخدي القرش وتساعدي هيزل أحسن، وإن الاتفاق إن هيزل هو الأول وبعدين أنا. وقالت له ما كنتش أقدر أستحمل إنهم ينفوك لأرض النحس برضه. وبتقترح سام خطة إنها ممكن تقفل خط الحظ السيء من عند المنتصف، وبكده كل اللي هيبقى موجود الحظ الحلو بس، وهيزل هيبقى حظها حلو. وبيقول لها ماشي بس ما ينفعش طبعا إن إحنا نوقفها على طول. وقالت له هيزلي محتاجة ساعتين بس وهنشغلها تاني. وبيتفرجوا على هيزلي من شاشة العرض وهي فرحانة ومستنية الأسرة الجديدة، وبتشرح سام لبوب يعني إيه عيلة، وبتفرح سام وعايزة تحضن بوب بس بيقول لها القط ما بتحبش الأحضان. وبتشكر سام بوب وبتقول له كده المهمة خلصت وأنا ماشية خلاص. بس للأسف بيحصل تسريب للحظ السيء بسبب تدفقه من خلال الأنبوبة اللي اتسدت، وللأسف بيحصل خلل كبير في أرض الحظ وما بقتش أرض الحظ تاني وبقى كلها نحس في نحس. والتنينة بتقول انا عايزة بس اي قرش حظ او اي بلورة نرجع الحظ تاني. وانا بوب بيطلع قرش كان مخبيه طول الوقت معاه، وبيكتشفوا انه مش قط محظوظ في الاصل وانه فعلا نحس، بس القرش اللي مخبيه كان مخليه محظوظ، فكان بيضحك عليهم عشان يقدر يبقى معاهم في ارض الحظ. وهنا سام بتقول كل ده بسببي وقد ايه انها منحوسة، وبتحاول تأنب نفسها وبتقول انها ملهاش لازمة. وبيقول لها لا طبعا انت كويسة جدا وفطرتك السليمة اللي خلتك تشاركي سندوتشك معايا، وان اكتر حاجة غريبة بالنسبة له انها بتحاول تساعد الناس وده بيكون مش في مصلحتها، وان صاحبتها هيزل مش محتاجة حظ لانها محظوظة فعلا انها عندها صديقة زيك. وبتعيط سام من الكلام الحلو، وبتفتكر سام انها شافت شوية حظ في ارض النحس لما كانت هناك وانها ممكن تاخده عشان ترجع ارض الحظ من تاني. وبيروحوا ارض النحس وطبعا الكل عارف بوب هناك لانه كان واحد منهم في الاصل.
وفعلا بيساعدهم انهم ياخدوا تراب الحظ اللي كان عندهم اللي كانوا بيستخدموه في لعبة الباسكت، وان الكورة دايما بتدخل جوه. وبتقول له سام بس انتوا كده مش هتلاقوا حظ تاني في اللعبة. قال لها عادي، ودي ميزة الحظ السيء، ان المرء بيتعلم ما يحطش كل اماله على حاجة واحدة، وانها مش هتفرق معاهم لو الحظ ما كانش معاهم. وبتراب الحظ وبتراب النحس التنينة بتعمل 3 بلورات، 2 من الحظ و1 من النحس. وبتحاول التنينة تحط بلورتين من الحظ في مكنة التوزيع العشوائي عشان تخلي العالم كله حظ بس سام بتوقفها وتقول لها ما ينفعش، لازم النحس يكون موجود عشان يبقى فيه توازن، وانها لو بصت حواليها فعالم النحس بيساعد عالم الحظ كتف بكتف، وان احنا ما ينفعش نستغنى عنهم عشان نحقق التوازن ده. وفعلا بتشغل البلورتين من تاني وبتشتغل المكنة وبترجع أرض الحظ من تاني، وبتبص سام على هيزلي وبتلاقيها فعلا قابلت العيلة وبيتبنوها فعلا. وعالم الحظ وعالم النحس بقوا صحاب ومكملين مع بعض حبايب. وبوب بيقرر انه يسيب العالم ده كله ويروح لعالم البشر ويعيش مع سام. وبعد سنة بنشوف حياة سام عاملة ازاي مع بوب وهيزلي اللي راحت خلاص عاشت مع عيلة جديدة وبتاخدها عشان تنام عندها في يوم الأجازة. وبتقول سام ان في الاخر النحس هو اللي خلاني احظى بحياة اكثر حظا، وانها اخيرا لقت عيلتها الحقيقية. وهنا يكون خلص الفيلم. لو عجبك التلخيص ده وعايز تشوف تلخيصات لافلام تانية دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.